ماذا سيقول الأمير سعود الفيصل، لأنه كان دقيقا وصائبا في حديثه، وفي الغالب الأحيان كان يحدد مسار الموقف العربي في القضية المطروحة أمامنا. أنا أعتقد أنني الآن فقدت شخصية وأنا متألم، ولهذا اسمح لي أن أتوقف عند هذا الحد. شكرا لكم. نعم، شكرا لك السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية. وإن كنا نرغب بالاستزادة منك، ولكن نقدر لك ما تفضلت به، وربما غلبته المشاعر كونه أحد الرجال الذين كانوا ملازمين في بعض الفترات للأمير سعود الفيصل. أعود بالحديث لك مرة أخرى الدكتور إبراهيم. في الجامعة العربية ربما فقدت أحد أعمدتها بفقد الأمير سعود الفيصل، خصوصا بأنه الأمير سعود الفيصل ربما كان مشاركا بهذه القضايا التي كانت تخص المنطقة العربية بشكل عام بملف المملكة العربية السعودية في هذا الجانب. نعم، هو لا شك أن جامعة الدول العربية بحكم أيضا الوضع الذي تمر أيضا به الدول العربية فليست بمزيد حقيقة من انتظار الكثير من المآسي وانتظار أيضا الكثير من الفقد، ولكن هذا حال الدنيا، الموت حق. كما تفضل الزميل أنه كان الأمير سعود الفيصل مستشارا للجميع، ولم يكن فقط وزير خارجية المملكة السعودية، وإنما حتى لو نلاحظ إذا ما خرجنا فقط بعجالة عن جامعة الدول العربية نجد أن وزير الخارجية الأمريكي السيد جون كيري تحدث عن الأمير سعود الفيصل كثيرا، وتذكر أنه يتعامل مع منذ السبعينات، وبهذا يدل بأن هناك خبرة كبيرة جدا لدى هذا الرجل دعت هذا الوزير العالمي ذو النفوذ العالمي أن يتحدث مثل هذا الحديث. أما على مستوى جامعة الدول العربية فنعلم أنه نحتاج مزيد ومزيد من الخبرات ومن الحنكة حقيقة في إدارة السياسة العربية على جميع المستويات لسببين رئيسيين. السبب الأول تجاوز الخلافات التي تعصف بالأمة العربية، ونعلم أن وجود مثل هؤلاء الرجال الذين يحظوا باحترام على جميع المستويات الرسمية في الدول العربية، وأيضا يحظوا على احترام على المستوى الرأي العام العربي، يستطيع تقريب الدول العربية والشعوب العربية فيما بينهم. ونعلم أن مواقف سعود الفيصل، وهذه من أحد الحكم أو النقاط الرئيسية التي كان يتميز بها، وهي الاتزان. ونعني بالاتزان بأن مواقفه دائما كانت معتدلة، وكانت أيضا لصالح السياسة العربية والإسلامية، ولم يجامل ولم يجاري دول غربية على حساب الأمة العربية، وهذا مما أعطاه الكثير من المصداقية والنفوذ على مستوى الرأي العام العربي والقسمي أيضا. نعم، أيضا نذهب مرة أخرى هذه المرة إلى المنامة، حيث تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني. دكتورة سميرة، نعزيكم في وفاة الأمير سعود الفيصل، وأسألك ما الذي كان يشكله الأمير سعود الفيصل رحمه الله من ثقل لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وللمنطقة العربية بشكل عام؟ أولا نعزي الأمة العربية في أحد أهم الشخصيات والأعمدة التي كانت تشكل دور رئيسي في أحداث المنطقة على مدار 4 عقود. شخصية فذة، شخصية رحمه الله تملك من أدوات المعرفة والإمكانيات العالية جدا والكفاءة التي ربما سيصعب تراكمها لدى فرد واحد. حقيقة نعظم الأجر لنا لأنفسنا وللمملكة العربية السعودية ولكل العرب، ونتمنى له أو عسى أن يغمد روحه الجنة إن شاء الله. الحقيقة الأمير سعود الفيصل كان يمثل ربما كما ذكرت عمود رئيسي في الدبلوماسية العربية والخليجية والسعودية بشكل خاص. لعب دور كبير على مدار هذه العقود في فترة مرت فيها المنطقة بأخطر وأعظم الأحداث التي يعني لربما يصعب أن تمر في فترة قصيرة كهذه على أمة واحدة. تقلبات في الأوضاع وفي النظام الدولي عموما وتأثيرات وانعكاسات هذه التقلبات على المنطقة
وطريقة إدارته لهذه الدبلوماسية في تسيير الأمور وإبقاء المنطقة بمستوياتها من الأمان والرفاهية اللي تعتمد على سياسات القادة. سعود الفيصل لابد أنه كان قبل أن يبدأ ويراكم لديه هذه المعرفة الدبلوماسية والسياسية، لابد أنه كان يملك من القدرات الذهنية والعقلية والشخصية ما تؤهله لكل هذه التجربة العظيمة اللي خاضها وخاضها مع المنطقة والشعب الخليجي حقيقة. وأعطى نموذج رائع لكثير من الشباب من يتمنون أن يصلوا إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والتراكم المعرفي. اليوم من المؤكد أن المملكة العربية السعودية ستعوض، وهي الأرض العربية أرض ولود لكل هذه القدرات، وستعوض هذه الخسارة. ونتمنى أن يعني نرى في الأجيال القادمة من يخرج بكل هذه القدرات. نعم، شكرا لك الدكتورة سميرة رجب، المبعوث الخاص للديوان الملكي البحريني. ومرة أخرى نذهب إلى بيروت حيث ينضم إلينا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. سيد وليد، نعزيكم بوفاة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، وأسألك كيف رأيتم تلك الفترة للأمير سعود الفيصل، خصوصا بأنه كان من الرجال القلائل في الوطن العربي الذين كانت لهم وقفة واضحة تجاه ما مرت به لبنان من تقلبات وتطورات سياسية. كان أميرا في الأخلاق والنبل، كان أميرا لكل معنى الكلمة، كان أميرا في السياسة والدبلوماسية، وكان صديقا كبيرا. سنفقده كثيرا، لأن قلة الرجال مثل أمير سعود الفيصل. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه اللحظة الأليمة. رحمه الله، ونتعلم من سيرته ومن أخلاقه ومن حنكته ومن سيرته. هو من سلالة آل الفيصل. نعم. أيضا سيد وليد، المنطقة العربية مرت بأزمات متعددة منذ يعني السنين أو عقود طويلة، ولكن أسألك عن الأربعة عقود الماضية التي تزعم فيها الأمير سعود الفيصل أو وزارة الخارجية السعودية. كيف رأيتم موقف الأمير سعود الفيصل على أقل تقدير في ملف الربيع العربي الذي اجتاح الدول العربية؟ في كل لحظة من الأزمات أو التوترات في الحرب اللبنانية كان مع الاستقرار في لبنان، وكان حريصا على جميع اللبنانيين بتوجيهات طبعا من المملكة العربية السعودية، لكن كان له نكهته الخاصة وطلته الخاصة. وفيما يتعلق بالربيع العربي وقف إلى جانب الشعب السوري منذ اللحظة الأولى، ولم يتهاون في الظلم الذي لحق بالشعب السوري. هذه شهادة للتاريخ. كان مناصرا كبيرا للشعب العربي السوري في مواجهة الظلم ومواجهة القهر والإرهاب، إرهاب النظام السوري. نعم. شكرا لك سيد وليد جنبلاط، كنت ضيفا معنا من بيروت.
سيد وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي. أعود بالحديث مرة أخرى هنا في الاستوديو العقيد إبراهيم. المنطقة العربية بشكل عام وأيضا السعودية شهدت تحديات في فترات ماضية، وربما كانت تحديات متقلبة ما بين تحديات سياسية وأيضا تحديات عسكرية. دعني أسألك عن التحديات السياسية العسكرية التي اشتركت في أو تقاطعت في بعض الفترات ومست المملكة العربية السعودية. كيف رأيتم نهوض الشأن السياسي بالشأن العسكري في الفترات الماضية؟ وإن شئت خذ الشأن الملف الربيع العربي وأيضا حرب العراق، حرب الكويت في الفترات الماضية. يا أخي حمد، أولا دعني أشير إلى نقطتين مهمة ثم أذهب إلى سؤالك إذا تكرمت. أولا أشير إلى تقدير الموقف الصحيح وإلى حكمة الأمير سعود الفيصل وإلى حكمة خادم الحرمين الشريفين في أهمية إحلال المناسب في التوقيت المناسب في وزارة سيادية مهمة جدا عندما عين عادل الجبير وزيرا للخارجية. نعم. لماذا هذه الوزارة بالذات؟ لأننا نتحدث عن إرث أو عن تاريخ لمدة 40 عاما. والفترة التي مكث فيها عادل الجبير وزير الخارجية كان الأمير سعود الفيصل، وكان يتواصل مع الأمير سعود الفيصل في كثير من الملفات. نحن نعلم أن عادل الجبير كان سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قد كان ربما غير مطلع على بعض الملفات في بعض الدول التي ليست من ضمن دائرة الاهتمام الخاصة بوزارة الخارجية أو بالسفارة السعودية في الولايات المتحدة. ولذلك عندما يتاح فترة من الزمن بين وزيري خارجية ليتم نقل الرؤية فيما يخص المملكة العربية السعودية، وقد كان كما نعلم أنه مشرف على أعمال وزارة الخارجية، ولذلك أنا أعتقد أن هذه الفترة كانت مهمة جدا في مسألة أن يبدأ وزير الخارجية عادل الجبير بالطريقة التي انتهى بها الأمير سعود الفيصل. النقطة الأخرى، وأنا أؤكد على ما ذكره أخي الدكتور إبراهيم عندما قال لو لم يكن هناك إنجاز للأمير سعود الفيصل إلا 11 سبتمبر لكفاه. هو وخادم الحرمين رحمة الله عليه الملك عبد الله كان يراد للمملكة العربية السعودية أن تدخل في صراع وصدام مباشر مع القوى العظمى في العالم، ولكن كان هنا الدور البارز للسياسة الخارجية وللدبلوماسية السعودية في تفويت الفرصة على أعداء الأمة وعلى أعداء المملكة العربية السعودية. واستطاعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تجاوز هذه الأزمة التي قد كانت لو تطورت بطريقة مختلفة أن تؤثر على استقرار وأمن المملكة وأمن الإقليم بشكل عام. فيما يخص التحديات يا أخي فلنتطرق إلى نقطة مهمة جدا. نحن نتحدث في الآونة الأخيرة في ال5 سنوات الأخيرة، وخصوصا منذ بدء ثورات الربيع العربي، نحن نرى انهيار في جميع الدول العربية سواء في ليبيا أو في سوريا أو في العراق وصولا إلى اليمن، ونشوء أكثر من 36 تنظيم إرهابي خلال هذه الفترة. لذلك لا يمكن على الإطلاق لا بجهد أمني ولا بجهد عسكري أن يتم القضاء على أو حلحلة هذه الأزمات دون أن يكون هناك تحرك دبلوماسي يستطيع أن يساند. ونحن نذكر دائما أن عناصر القوة الوطنية المستخدمة والتي تدرس في كافة جامعات الدفاع الوطني وكثيرا من أقسام العلوم السياسية في العالم أنها ترتكز على 4 عناصر قوة وطنية، وقد تزيد لدى بعض المدارس الأخرى. ونحن نتكلم عن السياسي، عنصر القوة السياسي والاقتصادي والعسكري والمعلوماتي والإعلامي. ولذلك لا يمكن على الإطلاق أن يتحرك ذراع دون أن يكون هناك ذراع يسانده في هذا الشيء. وأنا أقول وأؤكد نحن نتحدث عن الأزمة التي نعيشها. لم يكن التحالف ليستطيع أن يصمد، ونحن نتحدث يا أخي حمد عن اليوم هو 106 يوم في الأزمة اليمنية. لم يكن ليصمد تحالف من 12 دولة لولا أن كان هناك غطاء أمميا بالقرار 2216. ولذلك أنا أقول أن لا يمكن على الإطلاق أن تنجح أي دولة في عمل عسكري أو أمني دون أن يكون هناك ذراع سياسي يمهد لهذا العمل
وأيضا يختم هذا العمل بطريقة لا تنعكس سلبا على المملكة وعلى الأمن الوطني. نعم. أيضا نذهب مرة أخرى إلى الكويت، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح. سمو الشيخ محمد، نعزيكم في وفاة الأمير سعود الفيصل، وأسألكم كيف رأيتم تلك الفترة التي أمضاها الأمير سعود الفيصل وزيرا للخارجية للسعودية، خصوصا بأن الكويت والسعودية ربما تقاطعت مصالحها في ملفات عديدة. كان الأمير سعود الفيصل متسنما لملف المملكة العربية السعودية. صحيح. أولا مسي عليكم بالخير، ونعزي أنفسنا ومشاهدين سكاي العربية بقضاء الله وقدره ووفاة فارس الدبلوماسية الخليجية المغفور له الأمير سعود الفيصل. لا شك أن تلقينا هذا الخبر بصدمة هنا في الكويت لما للمغفور له سعود الفيصل من مكانة عظيمة ومرموقة في المجتمع الكويتي، خاصة دوره الريادي حينما اشترك مع وزير خارجيتنا آنذاك أمير البلاد حاليا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد في تنفيذ السياسة الخارجية الموحدة لخلق يعني نظام الحلفاء الذي انطلق من أجل تحرير الكويت ب يعني مباركة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين مغفور له الشيخ الملك فهد وأمير الكويت آنذاك مغفور له الشيخ جابر الأحمد. فللأمير سعود مكانة كبيرة جدا، وتلقينا هذا الخبر يعني كفاجأة أمانة، ولا يحق لكان من يكن أن يختزل مسيرة 40 عام في دقائق معدودة، لأن كطالب للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية أستطيع أن أبلغكم بأن كنا قبل 10 سنوات ندرس يعني في الجامعات الكليات كورسات عن 3 وزراء خارجية عظام، بريماكوف ثم صباح الأحمد ومن ثم سعود الفيصل، وكانت هاي التراتبية السنية لهم. والمغفور له الأمير سعود تغلب على أقرانا بريماكوف والشيخ صباح الأحمد، وأصبح أطول سفير وزير خارجية على مر التاريخ. علينا فقط أن نستذكر بعض السفراء الذين تخرجوا على يده: الأمير بدر بن سلطان، الأمير تركي الفيصل، نزار مندني، وزير الخارجية الحالي عادل الجبير. هؤلاء كلهم يعني طلاب من مدرسة سعود الفيصل. هذه الهامة، هذا الفارس الذي لا يعوض، ولكن عزاؤنا هو أن أسرة الخير، أسرة آل سعود، ولادة الكفاءات، ولادة للمتميزين، والعوض في الله إن شاء الله. نعم، شكرا لك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله الصباح، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت.